صينيه كوسه باللحمه المفرومه طعمها خطير، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اول حاجه معايا اللحمه هنزلها في طاسه سخنه من غير اي ماده دهنيه، هقلبها كده على ناحيتين. اول ما تبدا تاخد لون كده هنزل لها معلقتين سمنه كبار، بصلايه مفرومه في الكبه، طماطميه متقطعه مكعبات، قرن فلفل سبايسي، هبهر ملح وفلفل اسود، معايا كيلو كوسه هياخد معايا ربع لحمه مفرومه. هشيل القمع بتاع الكوسه وابدا اديها شكل كده بالمقوره بتاعتي. قطعي بقى حسب ما تحبي، مكعبات، جوليان، الشكل اللي تحبيه قطعيه، السهل على ايدك. معايا صينيه هنزل كميه الكوسه بتاعتي كلها، معايا فصين توم، قرن فلفل، معايا ربع اللحمه بتاعتي انا خلصته هنزله على الكوسه، معايا طماطم مفرومه في الكبه او متفرزه عادي، هنزل بثلاث معالق زيت، وهبهر ملح وفلفل اسمر. هديها بقى كوبايتين ميه واطلعها على النار من فوق تاخد لها غلوتين. اخر حاجه هدخلها الفرن. انا هضيف عليها مكعب ماجي بيعزز الطعم برضو. كده كنت دخلتها الفرن وخدت وش، وبالهنا والشفا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم.